السلام عليكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه واخباركم ايه؟ انا بصور دلوقتي في الاول كده بس المطبخ، ما اعرفش ممكن يكون مش واضح قوي. بس كنت بعمل حاجه كده في البوتاجاز، وهتشوفوا بقيه الفيديو هتعرفوا كنت بعمل اكل ايه. البوتاجاز لقيته ولع من جوه. اول حاجه جريت عليها المحبس بتاع الغاز، طفيته طبعا الاول. بجد كان الدخان مالي المطبخ كله، نص المطبخ كان دخان اسود، ودخان صعب قوي. فدي حاجه لاي واحده ست بس بنصحها لما حاجه زي كده تحصل معاها، ما تجريش بقى وتصوت وتخض اللي حواليها والكلام ده. انا اتخضيت صحيح، بس جريت على المحبس. اول حاجه قفلتها هي المحبس بتاع الغاز. عايزه اقول لكم ان الصاله بره السقف كله كان اسود، انا ما كناش عارفين ناخد نفسنا بجد. آه المنظر كان صعب قوي. والبوتاجاز انا بفتحه لقيته كله مولع من جوه. طفيته طبعا واضطريت ان انا يعني اقفل الغاز زي ما قلت لكم في الاول. بس الحمد لله. نبتدي بقى الفيديو بتاعنا، وبالصلاه على النبي كده، صلوا على النبي وقولوا وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا عامل مكرونه بشاميل، وادي نتيجه المكرونه البشاميل اللي كان البوتاجاز ولع، بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انا حطيت زيت مع الميه بتاع السليق بتاع المكرونه وملح ابيض، علشان خاطر المكرونه ما تلزقش في بعضها. انا هحاول اجري لكم طبعا الفيديو، عشان خاطر الفيديو المده بتاعته كبيره، فهحاول اجريها لكم شويه عشان ما تزهقوش. انا طبعا عامله هعمل صينيتين مكرونه بشاميل عشان الولاد بيحبوها. فبدأ، وغير كده احنا كنا خارجين، وهعمل فيديو هنزله لكم لما كنا خارجين انا وهما. قلت بقى عشان اخد معايا يعني معانا في الخروجه وكده. فالمكرونه البشاميل هي احسن حاجه عموما الواحد ياخدها، او النواشف، لما تكونوا خارجين في جنينه او كده انتوا والولاد. حاجه بقى عشان ما يوسخوش ايديهم، ياكلوا بالشوكه كده وخلاص يعني. ما وبتقفل معاهم، بيخلوهم يشبعوا يعني. طبعا انا على بال ما المكرونه تتسلق عشان انجز في الوقت مع نفسي يعني، عشان المكرونه انتوا عارفين بتاخد وقت، وبتوسخ حلل كتير وحاجات كتير في المطبخ. فهعمل على الجنب التاني، على العين التانية، هعصج اللحمه. لما تشوفوا الفيديو في ناس هتقولك ما حطيتيش بصل ليه. الحاجات دي بقى بتبقى اذواق، انا ولادي وانا ما بناكلش البصل، فما بنحطش بصل. فانا عملت مكونات حلوه قوي بجد، خلت اللحمه طعمها حلو قوي. تقدري كمان تحطي منها زي ما هي، زي ما انا هعملها لكم تشوفوها دلوقتي، تقدري تحطي منها على المكرونه المسلوقه وتاكلوا منها كده عادي من غير البشاميل خالص يعني. بس بجد طعمها والله كان حلو قوي. انا حطيت زيت، ما استخدمتش سمنه. انا هستخدم سمنه في البشاميل بس. وبقطع قرن فلفل طبعا، وانا بقطع بالسكينه افتكرت ان انا عندي المقص بتاع التقطيع وكده. المقص دوت انا ما عملتش بيه سمك والله خالص، هو جديد لسه. فقلت بقى اما اجرب كده قلت بقى اجرب المقص كده في ال... في التقطيع يعني، بدل السكينه. بصوا سهل جدا والله يا جماعه، سلس كده وسهل وسريع، ما بيعورش بقى. يعني عشان الواحده لو كده يعني ايديها بتتعور من السكينه، ممكن دي ما تعورهاش. فدي حاجه كويسه برضو، وسيله سهله لها لتقطيع الحاجات اللي زي كده. قطعت الفلفل. طبعا انا مش هسيبه يتشوح والكلام ده. متنسوش يا جماعه تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. انا عندي صلصه كنت عاملاها في البيت، وكنت موريها لكم ان انا كنت مخزناها قبل كده. دي كنت انا مصلصلاها في البيت، وكان في شويه كام معلقه اهي في الطبق، معلقتين.
حطيت معلقتين الصلصه. عايزه اقول لكم والله بجد مديالها طعم حلو قوي. دي طبعا اختياري مش اجباري، ده انت براحتك. انت بتحبي تحطي البصل، انا ما بحبش احط البصل، بس لازم انت تحبشي الاكله بتاعتك وتعمليها. ما دام انت بتعملي اكلتك حلو يعني، وانت بنفس راضيه كده وواقفه ومبسوطه وانت بتعملي الاكل، اكيد الاكل هيطلع طعمه حلو. واهم حاجه التحبيشه بقى، تحطي بقى توابلك ومقاديرك وحاجات بتاعتك. هوريكم المقادير دلوقتي واللي انا بحطها كلها. يعني انا حطيت الفلفل وحطيت معلقتين الصلصه، صلصه البيت اللي انا عاملاها في البيت، مش منضاف عليها اي اضافات خالص، صلصه متسبكه بس. دي اللحمه المفرومه، بس طبعا انا جايباها مجمده زي ما هي في العلبه بتاعتها كده. انا عارفه طبعا ان اللحمه المفرومه بتاع الجزار طبعا احسن من دي بكتير، يعني انا عارفه، بس الواحد بقى عشان انتوا عارفين كلكم كل الناس اللي بتتفرج عليا الظروف وحشه مع الكل، مش مع حد بس يعني، مع الكل. يعني بحاول انزل اي قطرات لحمه في قلب الكيس عشان خاطر ما تروحش في اي حته تانية او ما تترميش، يعني عشان ما يبقاش حرام. بحاول افتت اللحمه عشان خاطر هي كده كده يعني هتفك لوحدها اصلا على النار. احاول بقى اغطيها شويه وبعد كده اضيف عليها التوابل بتاعتها. انا كشفتها بعد شويه. ده فلفل اسود، وطبعا بكتر الفلفل الاسود في اللحمه اللي زي دي عشان خاطر الفلفل حلو اصلا عموما في كل حاجه. وده كمون. يعني كده حطينا فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. هنحط بقى تاني دي بابريكا، اهي بوريكم الاسم بتاعها اهي بابريكا. انا بحط التوابل في كوبايه صغيره زي كده وبلزق عليها ورقه كده وبكتب عليها اسم التوابل. هحط كده. انا حطيت بابريكا، البابريكا دي لونها محمر الناس اللي ما تعرفهاش يعني. هحط كمان كاري، ادي الكاري. الكاري لونه قريب من لون الكركم، بس ريحته زي ريحه البتاع دي مرقه الدجاج، ريحته زي ريحه مرقه الدجاج البابريكا. كده انا ضفت التوابل بتاعتي كلها. ده بقى ملح وفلفل على كمون، بس ده ملح يعني عشان ما كنتش ضفت لحمه ملح يعني خالص. فانا كده ضفت الملح. هبتدي بقى اقلب. اللحمه كانت لسه يعني عايزه تتسيح اكتر، بس هقلبها وهسيبها بقى هغطيها عشان خاطر طبعا لما تغطي اللحمه البخار هيخليها تفك لوحدها. بس انا برضو بحاول يعني ان انا افتتها على قد ما اقدر قبل ما اغطيها واركنها شويه. بصوا يا جماعه اصلا شكلها عامل ازاي، طعمها بقى والله العظيم تحفه بجد، طعمها حلو قوي. طبعا انا هزودها شويه الميه اللي انتوا شفتهم دول علشان تستوي.
وهسيبها تتشوح بقى، اغطي النار عليها وهسيبها تتشوح مع نفسها، وهرجع اشوف المكرونة. طبعا انا بدوق الحدق بتاعها عشان اقدر احدد لو عايزة ملح احط لها ملح في قلبها زي ما هي، وهي زي ما هي دلوقتي على النار. انا غطيتها. واضح ان انا نسيت الكاميرا وكنت بعمل حاجة من غير ما اوقف الكاميرا شوية. على العموم ادينا وصلنا وهنروح للمكرونة. المكرونة طبعا لقيتها محتاجة برضو مية تاني لان المكرونة كانت كتير. بصوا كانت عايزة يتحط عليها شوية مية تانيين. هسخن مية في الكتل. انا حاطة دلوقتي لما بقلبها كده كنت حاطة الكتل على المية في الكتل ولا ايه، حاطة فيه مية. وكده هرجع تاني للحمة. شوفوا بقى اللحمة عاملة ازاي. عايزة اقول لكم الصوص اللي فيها ده طعمه تحفة. انا عايزة اشوف اللحمة استوت ولا لأ. جميلة، دقتها طبعا عجبتني. فبعمل لكم لايكات بقى، اعملوا انتوا لايكات بقى يا جماعة اما تتفرجوا على الفيديو، بسبب الولع اللي كانت هتحصل في الشقة عندي. انا بس لما جبت لكم الفيديو عشان اقول لكم على الولع والكلام ده اللي حصل ده، مش تشويق للفيديو وحياة ربنا، بس ده حصل بالفعل. انا بس كنت عايزة انبه على الحريم، لان في حريم كتير قلبها ضعيف. لما يحصل معاكي حاجة زي كده تجري على محبس الغاز او الانبوبة، لكن هتجري وتصرخي على بال ما حد يجي يلحقك هتكون الدنيا باظت. وربنا يسترها علينا جميعا يا رب. آه، انا هجري لكم الفيديو عموما عشان خاطر هو طويل، فعشان ما تزهقوش. كده اللحمة المفروض ان انا اطفي عليها، بس هسيبها الاول لما تتشوح خالص وتصفي الصوص اللي فيها. بصوا اهي. عايزه اقول لكم طعمها بجد حلو قوي قوي قوي. اللي عايز يعملها ويجربها يجربها وهيدعي لي والله العظيم. انا عارفه ان في ناس كتير عارفه طريقه زي دي وعارفه المعلومه زي دي. اهم حاجه النفس في الاكل، مش اني ابقى بعرف اعمل الحاجه وبس، لا، نفس الواحد يبقى في الاكل حلو، وده اهم حاجه. كده المفروض بقى ان انا هعمل هشوف المكرونه. بس انا واضح ان انا برضو انا بعمل على فكره، انا وانا بتحرك كده وسايبه الكاميرا ببقى بعمل حاجه على الحوض، يعني بغسل المواعين اول باول على الحوض، ودي حاجه اساسي يا جماعه. تغسلي الحاجه بتاعتك اول باول اللي في الحوض عشان ما تكتريش عليكي مواعين، وتيجي تبقي لسه مخلصه الاكل وتقفي على الحوض تاني، الحوض هيبقى مكركب وشكله وحش قوي. وهنا بقى المكرونه. انا كده طفيت عليها.
واصفيها في المصفى في المطبخ في الحوض. وهنا دي انا بوريكم ان اللحمه خلصت. اهي اللحمه بصوا اهيت، جميله وطعمها حلو قوي بجد. هنا بقى انا جبت كيس بشاميل اللي بيتباع جاهز. جبت كيسين مش كيس. ماشي. حطيت سمنه، طبعا ما حطيتش زيت فيه، حطيت سمنه وقلبت معلقتين دول، وحطيت وهحط مكعب مرق الدجاج في شويه ميه وهحطهم عليهم. طبعا انا بحاول اقلب بالمضرب. المضرب اللي معايا دوت مش بلاستيك، هو سيليكون فحراري يعني، مش غلط ولا حاجه انه يتحط وتعمل بيه الاكل. فهو اسهل حاجه ليكي. كده انا فضيت اللبن، وانا حطيت طبعا اللبن كنت مطلعاه من الفريزر، حطيته في الميكرويف عشان يسيح من التلج. ولقيت الكيس الاولاني دوت فيه قطعه تلج كده، فقلت كده كده هيتفك على النار، هيفك يعني وكده. افضي الكيس التاني. آه اهو كده انا فضيت الكيس التاني. عملت كيلو لبن. هفضل بقى، بصوا طبعا انتوا شايفين فيه كلاكيع، فانا عشان ما اخدش وقت، اصل هقعد افضل اعمل الف بايدي كده مده كبيره قوي، فانا عشان ما اخدش المده الكبيره دي اختصر الموضوع. وهعمل ايه؟ آه هوريكم دلوقتي. هحط الكميه دي كلها في الخلاط، هضربه في الخلاط. وده طبعا اسهل حاجه لاي واحده عايزه تعمل بشاميل. ممكن تضربي المكونات بتاعتك الاول في الخلاط، بس هو لازما تحمري في السمنه الدقيق اللي بتعمليه الاول، وبعد ما تحمريه في الدقيق وتعملي مكعب مرقه الدجاج معاهم بشويه ميه، تقومي ضرباه في الخلاط. بصوا بقى بعد ما ضربته في الخلاط ما فيهوش ولا كلكوعه، ما فيهوش كلاكيع خالص، يعني ما فيهوش اي حاجه فيها كلكعه. بصوا بقى البشاميل اهوت خلاص انا خلصت. انا طبعا عملت غلطة هنا، المفروض ان انا اخد كمية بشاميل كتير عشان اقدر اغطي الوش من فوق. فانا ما خدتش كمية بشاميل كتير. كان في قلب الحلة بشاميل، وانا ما يعني سهي عليا طبعا. فانا بقول برضو على الغلطات اللي انا بغلط فيها علشان خاطر محدش يتحط في نفس الموقف. شوفوا البشاميل اللي في الحله ده كتير، ما كانش ينفع ان انا اخد ده. انا ممكن احط يعني 3 مغارف. كده انا باخد اهوت بحط في الكوبايه على بضايه عشان احطهم على الوش دول. وحطيت في الصواني، كل صينيه حطيت في قاع الصينيه مغرفه. كده بحط في قاع الصينيه مغرفه، مغرفتين تهيألي. انا في صينيتين، هعمل صينيتين. كده انا هفضي بحاول بقى افضي البشاميل من المغرفة عشان ما يبقاش ماسك فيها. هفضي المكرونة، هحاول افضيها واحدة واحدة كده. هحط شوية بشوية وهقلب صوص البشاميل في المكرونة. انا كده فضيت كله. حطيت بقى طبقة مكرونة، بتكي عليها بالمقصوصة كده.
هحط اللحمة، طبعا اللحمة دي نص كيلو، بس طبعا على الصينيتين انا عارفة ان هما شوية. المفروض كان يبقى كيلو الا ربع ولا حاجة، اقل حاجة. بس انا بقى قلت اقسمهم على صينيتين، لان في صينية كبيرة وفي صينية صغيرة، فقلت هحاول اقسمهم على الصينيتين. طبعا انا مش واخده بالي خالص ان الكاميرا جايبه صينيه واحده والتانية لا، هظبطهم، احاول اظبطها دلوقتي. طبعا انا عماله بقسم بالراحه عشان يكفوا. اتفاجئت وانا بعمل ان